بقى حد كان ممكن يصدق إن مكون بسيط بالشكل ده وبالحجم الصغير ده هيفرق كتير جدا؟ ومين كان يصدق إن هو ده السر اللي فعلا بيستخدموه عشان كده بيغير الطعم تماما، مش إن هي في حاجة تانية بيضيفوها مثلا للمكونات ولا الكلام ده. لأ، الحاجة البسيطة دي هي الأساسية، هي اللي بتغير الطعم كله. ويضحك علينا طول الوقت ده ونفتكر إن إحنا اللي بنضيف المكونات غلط أو إحنا اللي بنعمل حاجة غلط. الموضوع كله هي في الإزازة دي، في الحاجة الصغيرة اللي انتوا شايفينها البسيطة دي. النهاردة أول ما أقولكوا على السر ده أنا عارفة كويس جدا إنكم انتوا هتجيبوه، وأول ما تجربوها مش هتستغنوا عنها، يعني هتبقى عندكم في البيت باستمرار إن شاء الله. ده غير إن الكمية دي سعرها قليل، مش سعرها كتير، مش زي ما بتجيبي عبوة كبيرة ولا حاجة. وتابع الفيديو معايا للآخر لأن أنا في خلال الفيديو هقولك تستخدميه في إيه والكمية بتاعته تكون قد إيه. يعني الأسرار كلها بتاعت المكون ده اللي هيغير حياتك تماما هتعرفيه من خلال الفيديو النهاردة. يلا نبدأ الفيديو ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا تعالي أقولك بقى على السر اللي هم بيستخدموه الحلواني والمخابز. في الأفران بتاعتهم السر اللي هو بيخلي الحاجة بتاعتهم ريحتها تحس إنك انتي الريحة بتجيب لآخر الدنيا. تيجي تاكلي الحلويات أو المخبوزات اللي هما بيعملوها تحسي غير اللي انت بتعمليها في البيت خالص، مع ان هي نفس المكونات. يعني انت اكيد لما انت بتتابعي اي شيف ولا اي حد بتلاقي ان هي نفس المكونات اللي انت بتعمليها، بس بتختلف بقى في تركية كده صغيرة هي اللي انا هقولك عليها. هي دي اللي بيختلف منها تماما، اللي بتخلي الحاجة بتاعتك لما تيجي تعمليها عايزة اقولك هتبقى 100% نفس اللي انت بتجيبيها، ونفس الريحة ونفس الطعم اللي انت بتجيبيها من بره. ايه هو دوت بقى؟ ده قصنص حليب. ايه هو قصنص الحليب ده؟ هو اولا مش مضر خالص، اولا يعني هو صحي جدا، ومش عايزه اقولك ان هو بس بيدي ريحه، لا هو ريحه وطعم يعني بيختلف تماما. بصي كده معايا المكون ده عامل ازاي، يعني انا لما اجي انزله كده على ايديا، بصي هو سائل بس هو تقيل شويه، يعني فاهمة؟ ده بقى إيه؟ ده بتستخدميه كده نقط، مش بتحطي بالمعلقة، خدي بالك ده بنستخدم نقط بس. عشان كده أنا عايزة أقولك إن هو بيقعد معاكي وقت طويل جدا. يعني أنا الإزازة الصغيرة دي أنا قاعدة معايا 4 شهور لحد دلوقتي، بستخدمه في الحلويات والبسكوتات والحاجات بتاعتي. بصراحة بتختلف تماما، والله بتختلف تماما، غير الفانيليا. يعني انت اكيد طبعا مش هتستغني عن الفانيليا، انا مش بقولك ان تستغني عنها، بس ده بيكون بجانب الفانيليا بيغير الطعم تماما تماما. بص انا الكميه اللي انا حطيتها على ايديا دي الريحه بتاعته رهيبه. ده بقى هقول لك تستخدميه في ايه. تستخدميه للبسكوتات، للبيتي فور عندك بقى. يعني اولا هيجيلك شهر رمضان يعني ان شاء الله عليكم خير. ده تستخدميه للحلويات الشرقيه. عارفه بقى في الحلويات ده هيغير معاكي الموضوع تماما تماما، والله زي ما بقول لكم كده هيغيره معاكم تماما. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني انا لو جبت مثلا شربات الحلويات، بنعمله ازاي؟ بنعمل الشربات عادي بتاع الحلويات، هنضيف الفانيليا عادي زي ما احنا بنحط باكت الفانيليا. بعد باكت الفانيليا نحط نقطتين من ده. خدي بالك استخداماته بالنقط مش بالمعلقه، يعني اوعي تحطي المعلقه، لا هي استخداماته بالنقط، لان هو قوي جدا، الطعم بتاعه قوي والريحه بتاعته قويه جدا، فانت ما بتحتاجيش ان انت تضيفي بالمعلقه. انا بحتاج ان انا زي في قطره كده بالنقط. تمام. هنحط على شربات الحلويات بتاعتنا، واول مثلا ما نطلع الحلويات بتاعتنا من الفرن زي مثلا الجلاش او البسبوسه، اول ما بتطلعي الحاجه بتاعتك من الفرن تحط عليها على طول الشربات ده. بصي بقى وادعي لي، انا متاكده بصي مليون في الميه مش 100%، هيغير مفهومك تماما عن موضوع الحلويات. هو ده اللي هيظبط معاكي الدنيا، هو ده اللي بصي هيخليكي شطوره من الاخر في موضوع الحلويات ان شاء الله ان شاء الله. يعني هتحتاجي ان انت تعملي بقى كحك العيد، بسكوت العيد، البيتي فور، برضو ده هتضيفي برضو في المكونات نقط منه. وشوفي بقى لما تيجي تحطيها في الفرن، شوفي بقى لان انا جربت فعلا الموضوع ده. شوفي انت لما تحطيها في الفرن بقى عندك الريحه هتطلع عامله ازاي، كانك انت قاعده في مخبز، انت مش قاعده في بيتك، انت قاعده في مخبز، وريحه المخبوزات دي انت بتشميها. والله بقولك يعني فعلا بجد هيعجبك جدا. ده غير ان هو الطعم بتاع الكحك والبيتي فور والله هيختلف تماما، غير اللي انت متعوده عليه، غير الحاجه البيتي. هو ده اللي بيختلف بقى، ده اللي بيغير مفهوم الحاجه اللي انا بعملها في البيت والحاجه اللي انا بجيبها من بره، من بقى يعني أرقى المحلات، مش هنقول بقى ذكر أسماء. بس عايزة أقولك إن هو ده اللي هيقربك تماما لنفس الطعم ونفس الريحة. عارفة نفس الطعم ونفس الريحة، هي بس طبعا بالإضافة إن انتي هتمشي على الطريقة صح، الطريقة تبقى صحيحة. يعني أعمل البيتفور بالطريقة بتاعته الصح، أعمل الكحك بالطريقة بتاعته الصح، أضيف من دوت النقط على المكونات، هيطلعهولك حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص حرفيا. كمان عايزة أقولك في الكيك،
برضه هيطلعه لك جميل جدا. الكيك هيخلي لك الريحة بتاعته. عارفة الكيك اللي احنا كنا بنجيبه زمان اللي هو كان بيبقى الريحة بتاعته تحس ان هو كله لبن، هو ده هيخلي لك الطعم بتاعه رهيب. رهيب رهيب. ايه تستخدميه في الكيك؟ استخدميه في الحلويات الشرقية، ممكن في الفايش على فكرة. الفايش معروف ان هو بيحتاج اللبن، يعني بيحتاج الحليب، فانا هضيف من دوت نقط هيغير لك برضو طعم الفايش بتاعك. القراقيش او المنين حطي منه برضو نقطتين كده، وشوفي برضو هيغير الطعم ازاي. يعني بصي كذا حاجة كذا حاجة هتحتاجيه فيها، بس أنا بقولك في الحاجات اللي هي زي كده، مش أروح أحطه في معجنات اللي هي بتتعمل بالجبن، لا طبعا. يعني الحاجات اللي هي الحوادق أو الكلام ده لا، ما بيتضافش عليه، خدي بالك هو بيتضاف على الحاجات التانية اللي هي المعجنات اللي هي الحلويات، اللي زي ما قلنا الحلويات اللي هي بتاعت رمضان، الحلويات الشرقية. هتحطيه على كيك، تمام. كل أنواع البسكوتات. كمان برضو تضيفيه على الكوكيز، يتحط على الكوكيز برضو بيخلي الطعم بتاعه جميل جدا. كل دي حاجات، بص استخداماته قد ايه، استخدامات عديدة جدا. تعالى اقول لك بقى على المفاجأة، ان انت كمان الاساسي تستخدميه في ايه. عارفة انت لما تيجي تعملي الرز بلبن، في اواخر الرز بلبن وانت بتعمليه كده وبتقلبيه تديله التقليبتين، حطي كده كام نقطة منه. يعني مثلا انا هستخدم معايا كوبايتين من الرز، هضيف من ده 3 نقط بس. 3 نقط بس مش اكتر، ما بتستخدموش بالمعلقه، انا كذا مره بقول الاستخدام بتاعه مش بالمعلقه، الاستخدام بتاعه بالنقط بس، مش اكتر من كده. حطي منه كده 3 نقط على الكوبايتين الرز بس بتاعت الرز بلبن. الكميه دي طبعا بتديكي كميه رهيبه من الرز بلبن. شوفي هيختلف ازاي، هيغيرهولك تماما. ده بقى السر بقى اللي بيستخدموه محلات الرز بلبن، لما تيجي تاكلي الرز بلبن تلاقيه غير اللي انت بتعمليه في البيت خالص. لا انا مش بيعملوا حاجه اختراع، هو ده مش اختراع، مش بيعملوا اختراع، هو ده اللي بيستخدموه، هو ده بس اللي بيستخدموه. يحطوا منه نقط، وبالنسبه لهم حاجه مش مكلفه، بس بيغيرهولك تماما، يخليك ان انت ما تحبيش تاكلي الرز بلبن بتاع البيت، وتحبي دايما تشتري اللي هو الجاهز اللي هو بتاع بره. هو ده السر بتاعه، جربيه كده وحطيه على الرز بلبن. زي ما بقولك ان ما كنت تدمنيه فعلا حرفيا، الرز بلبن اللي انت بتعمليه في البيت، والكل يقولك انت جايب الرز بلبن ده منين. عارفة بيديكي إحساس كده كأنك ضايفة على الرز بلبن بتاعك حليب مكثف، نفس الطعم بالظبط. ده غير ان الريحة بتاعته بتبقى جميلة جدا، رهيبة بصراحة. فانا حبيته قوي 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 فوق ما تتخيلوا في موضوع الرز بلبن. جربيه وقولي لي ايه رأيك في الكومنتات، وان شاء الله ان شاء الله هيعجبك قوي في موضوع الرز بلبن. يعني بصي بقى، من الاخر كده هاتي الكمية دي هتعجبك جدا، هتستخدمي. انا الكمية الصغيرة دي قاعدة معايا في التلاجة بقالها 4 شهور يعني، وانا بستخدمه اصلا، يعني بقالي بستخدمه فترة كده في الحلويات بتاعتي، وبصراحة ما شاء الله تطلع جميلة جدا. يعني حاجة فوق الوصف بصراحة. بُصّي، هي أصلًا في المخابز أو محلات اللي هي الحلواني، اللي هُم بيصنّعوا الحلويات يعني، لمّا بيجيبوا من ده بيجيبوا اللي هي الكمية اللي هي الكبيرة. أنا طبعًا من الطبيعي أنا مش هاستخدم الكمية الكبيرة دي، وهاستخدم ليه الكمية الكبيرة وهي بتبقى غالية عليّا، فمن الطبيعي أنا هاجيب كمية صغيرة زي كده. أي محل بتاع حلواني قولي له أنا عايزة أصنصة حليب أقل كمية عندك، عايزة أقل كمية، هيملا لِك إزازة زي كده، بُصّي قطّارة صغنّنة جدًا. دي اللي أنتِ هتستخدميها، هتقعد معاكِ وقت طويل أوي زي ما قُلت لِك كده، وتحطيها دايمًا على باب التلاجة، يعني ما تخلّيهاش برّه، ما تحفظيهاش برّه التلاجة عشان ما تبوظ منِّك أو يحصل لها أي حاجة، حطيها على باب التلاجة. بس بقى دي بقى عايزة أقول لِك مش هتستغني عنها خالص، هتجرّبيها وإن شاء الله، إن شاء الله في كل أي مناسبة عندِك إن شاء الله هتستخدمي هو قصنص الحديد ده، مش هتستغني عنه خالص، خالص. ولو وصلتِ لحد هنا من الفيديو ما تنسانيش في لايك وكومنت، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي في قناتي وفعلي الجرس على الكل، وإن شاء الله يوصل لِك كل إشعار بكل فيديو جديد إن شاء الله. وعايزاكِ زي ما قُلت لِك كده تقولي لي في الكومنتات لمّا جربتيه عمل معاكِ إيه. وباعتذر لكم جدًا إن أنا لو أنا طوّلت النهارده في الفيديو، بس هو بصراحة كنت محتاجة إن أنا أشرح أوي في المكون ده، لإن قليل لمّا تلاقي حد يتكلم عن الموضوع ده، فأنا كنت محتاجة أوي إن أنا أوصّل لِك المعلومة صح، واستخداماته إيه والكمية قد إيه، عشان أنتِ برضه لمّا تستخدميه ما تهدّريش عندِك حاجة أو تخسّري عندِك حاجة. أتمنى إن شاء الله إن أنا أكون النهارده فدتكم بمعلومة حتى لو كانت بسيطة، وادعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم، وشكرًا، وأتمنى أشوفكم إن شاء الله بخير الفيديو الجاي.